مأرب تمهل هؤلاء 72 ساعة للرحيل. خبر وخطر كبير ظهر اليوم مع تزايد ظهوره الأخير في المحافظة. حددت سلطة مأرب الشرعية اليوم مهلة لأصحاب محطات الغاز المنزلي الذي وصفتهم بمحطات السوق السوداء لإغلاق طواعية. المهلة جاءت في اجتماع مشترك عقد اليوم بمحافظة مأرب برئاسة الوكيل عبد ربه مفتاح لمناقشة الوضع التمويني لمادة الغاز المنزلي بالسوق المحلية وخطورة محطات السوق السوداء الطرمبات التي بدأت تظهر مؤخرا في بعض الأحياء السكنية في مديريات المحافظة لتعبئة الغاز المنزلي لإسطوانات ومركبات المواطنين وخطورتها على السلامة والأمن والمجتمع. وأقر الاجتماع الذي ضم منشآت الغاز والأجهزة الأمنية تكليف لجنة من نيابة مأرب ومنشأة مأرب للغاز والأجهزة الأمنية والمجالس المحلية بالمديريات بإغلاق كافة الطرمبات غير القانونية لتعبئة الغاز المنزلي وعمل المحاضر القانونية بها ورفع مخالفتها إلى القضاء لاستكمال الإجراءات بشأن أصحابها المتناعين أو الممتنعين عن مهلة الإغلاق الطوعي خلال 72 ساعة. كما أقر الاجتماع التزام الشركة اليمنية للغاز ودائرة صافر توقيف التعامل مع أي مقطورة للغاز تتعامل مع محطات والطرمبات أيضا. وعاجل انفجار بالقرب من مقر المحافظة بعدن ومكتب المحافظ يوضح. أوضح محمد الجنيدي وهو مدير مكتب محافظ العاصمة عدن أحمد لملس حول انفجار بالقرب من مقر المحافظة فجر اليوم. وقال الجنيدي في توضيحه: الانفجار الذي سمع دويه قبل قليل هو ناتج عن انفجار قنبلة صوتية بالمقربة من ديوان محافظة عدن بالمعلى بحسب تواصلنا مع عمليات إدارة أمن العاصمة عدن، وعليه فإن لا شيء يدعو للقلق، حيث تبين أن الهدف من وراء هذه الواقعة ليس سوى محاولة بائسة لإثارة القلاقل بين أوساط الناس. نطمئن الجميع أن لا أضرار جراء هذه الحادثة، ونؤكد أن أجهزة الأمن قد شرعت في تتبع ورصد الضائعين أو الفاعلين لهذه الواقعة وبصدد ضبط المتورطين فيها وكشفهم وإحالتهم للتحقيق لإنزال الحساب والعقاب على ما ارتكبوه من جرم ومن إقلاق للسكينة العامة. وطارق عفاش أيضا بدوره يعلن عاصمة مؤقتة جديدة في اليمن.